السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المحشي المشكل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. ولو انتي بقى عروسة جديدة لسه بتبدأ في المطبخ جديد او بنوتة برضو لسه بتتعلم في المطبخ جديد، هوريك ان شاء الله ازاي تقوري خضار المحشي بطريقة سهلة وبسيطة. تكون سهلة جدا عليكي وما تتعبكيش. ويا رب افيدك باذن الله باي معلومة. يلا نبدأ. بسم الله. اول حاجة هسلق اللحمة بتاعتي. عندي حلة على النار سخنة جدا، هحط فيها معلقة من الزيت، معلقة من الزبدة، او ممكن معلقة من السمنة. تمام. وهشوح اللحمة بتاعتي كده زي ما انتي شايفة معايا. عندي هنا حوالي نص كيلو من اللحمة الموزة زي ما انتي شايفة معايا، او اي قطعية انتي تحبيها. هبتدي اشوحها كده زي ما انتي شايفة معايا، او اديها صدمة عشان تقفل المسام بتاعتها وما تنزلش مية تماما. شوحت اللحمة، نزلت عليها بقى ببصلاية أرباع، طماطماية أرباع، فصين من الثوم السليم، وعطيتهم تشويحة مع اللحمة. بعدين نزلت عليهم بمية مغلية. تمام. اهم حاجة المية بتاعتك تبقى مغلية عشان اللحمة ما تشدش معاكي وتستوي بسرعة. بدأت اللحمة تغلي معايا كده، فبدأت اشيل الريمة. طبعا بتظهر ريمة على الوش اللي هي الزفارة بتاعت اللحمة. بدأت اشيلها كده زي ما انتي شايفة. شلتها كلها. بعدين نزلت بكل التوابل الصحيحة بتاعتي: فلفل اسود حصى، كزبرة حصى، ورقتين من اللورة، ولو عندك حبهان طبعا حط. هسيب بقى اللحمة بتاعتي هنا تغلي وتستوي على مهلها. هديلها النار شوية واسيبها تستوي. عندي بقى هنا مقادير المحشي بتاعتي: كوبايتين من الرز المغسول، نص لتر من الطماطم المسبكة، بصلاية وفلفلاية مفرومين في الكبة، 3 حزم خضرة. وعندي التوابل بتاعتي: كمون، كزبرة، فلفل، قرفة، 7 بهارات، وكمان نعناع ناشف. تمام. بعدين هنا كنت بوريكم ازاي هنقور الخضار بتاعنا. انا كنت مفوضه وحدتين كده، كنت مقوره طبعا الكميه بتاعتي كلها، بس مفوضه دول عشان اوريهم لكم في الفيديو. بنقور الكوسه كده بالتدريج. بنبتدي نحط المقوار يعني بالتدريج في الاول، ما ننزلهوش لغايه تحت، ونسحب الحشو، وبعد كده هكذا هكذا. كل مره بنغوط بالمقوار لجوه، بحيث يعني نقورها بالتدريج ما تتخرمش معانا. كده اتقورت معانا طبعا، وبنسيب جزء من اللحم فيها. وبحطهم الخضار عندي بنقعه في ميه بملح، يعني حوالي لترين من الميه. حط عليهم معلقه كبيره من الملح، ونقع فيها الخضار بتاعي وانا يعني اثناء ما انا بقور. تمام. بتطعم لي طعم الخضار، وبتخلي طعم الخضار يعني كده ايه، يعني متحدق زي ما بيقولوا. تمام. ال- البتنجان بتاعي نفس الحكاية، هقوره برضو بنفس الطريقة. اهم حاجة اخلي يعني جزء كده من لحم البتنجانة شوية فيها، عشان مبقاش باكل جلدة بس للخضار، لا أبقى باكل برضو جزء من لحم الخضار، ويبقى كمان فيه فايدة شوية. تمام. هنزله بقى مع المية اللي نقع فيها الخضار، المية ام ملح. تمام. هنا بقى هبتدي اعمل خلطة المحشي بتاعتي. عندي هنا بصلايه وفلفلايه، كنت فرمهم في الكبه كويس قوي. نزلت عليهم بكمون، كزبره، فلفل، 7 بهارات، نعناع ناشف، وكمان قرفه. طبعا المقادير هسيبها لكم كلها مكتوبه في صندوق الوصف. قلبتها كويس قوي لغايه لما شميت ريحه التوابل. بعدين نزلت عليهم بكوبايتين من الرز المغسول والمتصفي، الرز المصري طبعا. بعدين 3 حزم خضره متقطعين، شبت، بقدونس، كزبره متقطعين صغير، نزلت عليهم برضو. بعدين نص لتر من الطماطم المتسبكة. دي طماطم كانت موجودة عندي في الفريزر، طلعتها وسبتها تفك. بعدين حطيتها على خلطة المحشي. حطيت بعدين ربع كوباية من الزيت، اهم حاجة الزيت عشان يطلع مفلفل معاكي، ومعلقة صغيرة من السكر، وظبطت الملح بتاعي وقلبتها. هنا بقى نيجي للحلة اللي هنحط فيها المحشي بتاعي. عندي هنا دي عيدان الخضرة اللي طلعت من الخضرة، ما رميتهاش، غسلتها كويس قوي، وبعدين نقعتها في خل كأنها خضرة بالظبط، لأنها برضه هتدخل في الأكل. حطيتها بقى بعد ما صفيتها كويس قوي في أرضية الحلة. بصراحة ما بحبش أحط خضار، بصل وطماطم وفلفل والكلام ده، لأنه بحس إنه تهدير بصراحة بالنسبة لي يعني. فبحب احط الحاجة اللي كانت المفروض هتترمي، فما بحبش ارميها واستفيد منها. تمام.
بميل الحلة كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده على اي حاجة قدامي عشان اقدر ارص المحشي بتاعي بكل سهولة. ملحوظة هنا برضو بملى الخضار بتاعي لغاية 3/4 الخضار بتاعي، ما بملاش الخضار بتاعي للاخر بالرز، عشان اسيب مكان للرز ان هو يستوي، وكمان الرز ما يطلعليش بره الخضار بتاعي ويملالي الحلة، وكمان يبقى حرام تهدير للرز. تمام. بحشي البتنجان بنفس الطريقة، اهم حاجة اني اخبط الخضار بتاعي خبطة او خبطتين كده عشان الرز ينزل لتحت، يعني ما احتاجش ان انا اكبسه بصباعي، عشان لو كبسته بصباعي بحس ان يعني المحشية كده مكبوسة بالرز، وبحسه من جوه محصول ما استواش كويس. طبعا واهم حاجة انضف الخضار بتاعي كويس بصباعيني كده زي ما انتوا شفتوا معايا، عشان المحشي بتاعي يطلع نضيف ما يبقاش طالع فيه الرز مليء من بره. تمام. زي ما انتي شايفة كده معايا بكل سهولة هتقدري تعملي المحشي. يعني طبعا كل شيء في الاول بتحسيه صعب، بس بعد كده مع الممارسة هتلاقي ان انتي اخدتي عن الموضوع، وهتلاقي الموضوع بالنسبة لك بقى سهل. تمام. هنا بقى هكمل الكمية بتاعتي كلها. اخدت بقى جزء من شوربة اللحمة وغليتها كويس قوي تاني على النار، وحطيت شوربة اللحمة بتاعتي هنا مكان خلطة المحشي، عشان ايه تاخد من طعم خلطة المحشي، ونزلت بيها على المحشي بتاعي. هنا بحط كمية السائل بتاعتي 3/4 المحشي، مش 3/4 الحلة، لا 3/4 المحشي، عشان الخضار لسه بينزل مية كمان، فما يطلعش بره الحلة بقى ويكب ويبهدل لي الدنيا، لا 3/4 المحشي، واغطيه واسيب ناره عالية واسيبه يستوي. اسيبه لغاية طبعا ما يتشرب، بعد كده اهديله النار تماما كأني بعمل رز. بعدين بيستوي معايا المحشي. هنا بقى هبتدي احمر اللحمه بتاعتي بعد ما اتسلقت، معلقه زبده، معلقه زيت، او ممكن معلقه سمنه بس، واديهم رشه من الملح، وابتدي احمر اللحمه بتاعتي. طبعا بغطيها عشان ما تبهدليش الدنيا وتبهدلي البوتاجاز والكلام ده. تمام. هنا كنت حمرت اللحمه بتاعتي وقدمت المحشي بتاعي زي ما انتي شايفه، بجد كان طالع زي الزبده. يا رب اكون قدرت افيد اي حد باي معلومة، ويا رب تجربوا طريقتي في المحشي وتعجبكم. ولو اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تحطولي لايك، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انزله على القناة. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامة.